أب بيقرر في لحظة إنه يسيب شغله الثابت ويستغنى عن كل حاجة في حياته، وبيروح يجري على دار الرعاية عشان يسلم ابنه الصغير علشان ناس غريبة هي اللي تربيه. واللي يخلي أب يعمل كده هو سر مرعب ويوجع القلب محدش كان يتوقعه. أول ما الموظفين في الدار بيعرفوا باللي الأب عايز يعمله، المكان كله بيتقلب وبيحسوا بصدمة كبيرة جدا، وبيشوفوا إن الأب ده شخص مستهتر ومش متحمل المسؤولية خالص. الأب بيشوف الحيرة والصدمة في عينيهم، فبيبدأ يشرح لهم السبب الحقيقي بكل ألم ووجع، وبيقول لهم إنه مش عايزه يفكر في الموضوع ده ولا عايزه يفهم يعني إيه موت دلوقتي. وبيتبين إن جون اتحدد إن عنده مرض خطير ومفيش منه أمل، وإن حياته فاضل فيها أقل من 3 شهور بالكتير وهتنتهي. ومراته كانت سابته ومشيت فورا بعد ما خلفوا ابنهم الصغير ده، ومحدش سمع عنها أي حاجة من وقتها. فجون فعليا ما كانش قدامه أي اختيار تاني في الدنيا، وما كانش قادر يتخيل إزاي ابنه الصغير ميكيل اللي عنده 3 سنين بس هيقدر يعيش ويعدي في الحياة لوحده بعد ما هو يموت. ولما الموظفين بيسمعوا قصة جون اللي بتقطع القلب، بيحسوا بتعاطف شديد وندم كبير على الظن اللي ظنوه فيه، وبعدين بيطلبوا منه إنه يملأ استمارات التبني حسب الإجراءات والقواعد الموجودة عندهم. وبعد ما بيملأ الاستمارات بيروح جون على الحضانة عشان ياخد ابنه ميكيل ويرجعوا بيه على البيت. بس في اليوم ده ميكيل اللي متعود دايما إن يكون ولد هادي ومطيع، فجأة بيعمل حالة غضب ونكد غير معتادة. جون بيشوفه مستخبي تحت الترابيزة، فبيسأله أنت بتعمل إيه تحت الترابيزة يا ميكيل؟ فالولد بيكرر كلامه وبيقول لأبوه أنت شرير، وبيعتذر له في نفس الوقت. ولما جون بيسمع شكوى ابنه الصغير بيحس بذنب أكبر بكتير وبوجع جوه قلبه، لأنه شاف أطفال تانيين حواليهم لعب كتير في كل حتة وفي أوض كاملة، بينما ابنه المسكين مفيش قدامه غير الأطباق عشان يلعب بيها. وبالرغم من إحساس الذنب الرهيب ده، جون ساعات ما بيقدرش يمسك نفسه وبيزعق لابنه. وفي اليوم ده بياخد باله إن ابنه خد الزبادي اللي جون ما كانش كمله. جون بيتوتر فجأة وبسرعة وبشدة، وبياخد منه علبة الزبادي وبيسحبها من إيده، وبعدين بيحذره بصوت شديد وقاسي إنه إياك يلمس أي حاجة هو أكل منها قبل كده تاني. ده لأن جون كان مرعوب وميت من الخوف إن مرضه الخطير ده يكون معدي ويتنقل لابنه الصغير. بس ميكيل الصغير ما كانش فاهم خالص ليه أبوه بقى قاسي ومتشدد معاه فجأة كده. وبالنسبة للولد الصغير كان حاسس إن أبوه اتغير وبقى مشغول طول الوقت في إنه يتخلص منه ويبعده عنه. أول عيلة كانت متقدمة عشان تتبنى ميكيل كانت عايشة في بيت فخم وجديد جدا، والزوج والزوجة كان شكلهم طيبين ومؤدبين جدا وبيظهروا مشاعر حب وصدقة لميكيل. ووعدوا جون إنهم هيدخلوه أحسن مدارس وهيوفروا له حياة مرتاحة ومترهفة. فجون فكر وقال يمكن لو ساب ابنه معاهم تكون دي فرصة واختيار كويس جدا. بس الجملة اللي قالها الزوج بعد كده على طول خلت جون يغير رأيه في نفس اللحظة. الزوج قال إنهم طبعا يقدروا يتكفلوا بأحسن تعليم لابنهم، وكان عند العيلة دي أطفال تانيين من صلبهم ومخلفينهم. فجون فهم وعرف إن ابنه ممكن يتعامل بطريقة مختلفة عن باقي الأولاد، وإن العيلة دي ممكن في يوم من الأيام ما يتعاملوش معاه كأنه ابنهم الحقيقي أبدا. ودي كانت مخاطرة ومجازفة جون ما كانش يقدر ياخدها ولا يغامر بمستقبل ابنه، فقرر إنه يفكر في الموضوع من تاني. وهم راجعين في الطريق وفوق كوبري المشاة، جون بيسأل ابنه بصوت هادي وحنين لو كان حابب يعيش مع العيلة دي، وهو ماسك نفسه بالعافية ومتحمل ألم الفراق والوجع بيقدر بالعافية يوجه له السؤال ده. بس ميكيل ببراءة الأطفال بيرد عليه من غير أي تردد وبيقول له أنا بحب بيتنا. ولما جون بيسمع الكلمة دي مشاعره بتهيج وبتغلبه عليه جدا، وكان بيتمنى من كل قلبه إنه يفضل جنب ابنه على طول وللأبد، بس ما كانش فيه أي حاجة يقدر يعملها قدام المرض اللعين ده. وفي اليوم اللي بعده لما جون بيوصل ميكيل الحضانة، الولد فجأة بيسأله ليه باقي الأطفال عندهم أمهات وهو ما عندوش. جون بيبص لوش ابنه البريء واللي فيه حزن خفيف، وبيحس بوجع وألم كأنه بيطحن قلبه طحن، وكان بيتمنى من كل قلبه إنه يقوله الحقيقة إنه أمه سابتهم ومشيت، بس الواقع والظروف ما كانتش بتسمح بكده خالص. فبيقرر إنه يقوله كدبة حلوة وجميلة بدل الحقيقة الموجعة. وتحت كلام جون اللي بيطمنه وبيبدد خوفه، ميكيل بيكمل كبره ونموه بسلام وراحة. وبرغم إن جون كان بيتعذب ويتألم من المرض، كان لسه بيقرأ لابنه قصص قبل النوم في كل ليلة هادية، وكان لسه بيلعب معاه في الجنينة تحت الشمس الدافية، وكان بيقف معاه جنب مواقع البناء والإنشاءات ويشرح لابنه الفضولي تركيب الحفار وإزاي بيشتغل. وعينين ميكيل كانت بتلمع
بتلمع من الفرحة والسعادة، واللحظات دي كانت بتمثل أفتح وأجمل أجزاء في أيام جون الأخيرة. كل اللي كان عايزه جون هو إنه يقضي أكبر وقت ممكن مع ابنه عشان يفرحوا في الوقت القليل اللي فاضل ليهم مع بعض. وبرغم إن ميكيل كان عنده 3 سنين بس، إلا إنه كان حنين ومتفهم بطريقة تقطع القلب. لما كان بيشوف أبوه نايم ومجهد على الكنبة كان بيروح بالراحة ويغطيه بالبطانية الصغيرة بتاعته، ولما أبوه بيصحى كان بياخد باله ويجيب له كوباية مية دافية بالراحة، وبعدين يقعد ويميل عليه بالراحة ويفضل جنبه في هدوء ويأنسه. بس الموت كان دايما بيفكر جون إنه وقته بيخلص، والصداع المفاجئ الشديد اللي بيجيله كان بيخليه يفهم ويتأكد إنه لازم يرتب مستقبل ابنه في أسرع وقت ممكن. العيلة التانية اللي كانت مرشحة للتبني كانت زوج وزوجة من الطبقة المتوسطة، كانوا لابسين هدوم نظيفة ومرتبة وابتسامتهم طيبة، وقالوا لجون إنهم مش مخططين يخلفوا أطفال، بس حابين يجربوا إحساس إنهم يكونوا أب وأم، وعشان كده بيتمنوا إنه يديهم الفرصة عشان يتبنوا ابنه. وهم بيتكلموا ميكيل خد باله من أرنب لعبة صغير وجميل موجود على الترابيزة. ترافر الزوج خد باله من ده وبكرم ولطف عرض إنه يديله اللعبة، وسأله لو كان الأرنب ده يعجبه، وقال له إنه اسمه جيمي. التصرف الصغير واللطيف ده أثر في جون جدا وخلى قلبه يتحرك، وخلاه يفكر إن العيلة دي ممكن تكون فعلا محل ثقة ومناسبة لابنه. بس وهم ماشيين وطالعين، لورين الزوجة عملت إشارة لزوجها في السر عشان ياخد اللعبة تاني من الولد. قلب جون نزل في رجليه في نفس اللحظة، وما كانش متوقع إن تحت مظاهرهم المؤدبة واللطيفة دي مستخبي أنانية وقسوة شديدة. فالزوجة قالت لميكيل إن جيمي بيعيش هنا بس ممكن يجي ويلعب معاه في وقت تاني، وسألته لو هيقول باي باي لجيمي، فميكيل قال لهم شكرا إنكم خليتوني ألعب بيه وباي باي. وبعد ما خدت اللعبة الأرنب تاني، لورين ظهر عليها الارتياح أخيرا، وفي اللحظة دي جون حسم أمره تماما وقال على نفسه إنه مستحيل يسلم ابنه لزوجين بالشكل ده. لو ما كانوش قادرين حتى يستغنوا عن لعبة صغيرة، إزاي هيبقوا قادرين يحبوا طفل بجد؟ وهم راجعين البيت سلسلة الخيبات والإحباطات كانت خنقاهم ومخلية الجو مكتوم، وفجأة ابنه بيسأله سؤال وبيقول له بصوت رقيق يعني إيه تبني يا بابا؟ الصوت الرقيق ده كان بيرن في الشارع الهادي وكان بيدخل جوه قلب جون كأنه السلاح حاد بيقطعه. ما كانش عارف يجاوب إزاي، فبص في عينين ابنه البريئة وقال له التبني يعني لو الأب ما كانش كويس كفاية انت تقدر تغيره وتجيب أب أفضل منه. بس ميكيل ما كانش موافق على الكلام ده خالص وقال له أنا مش عايز أتبنى. وقبل ما جون يلحق يقول أي كلمة تانية، ميكيل جرى وسابه ومشي ورا خط ألوان ومفاتيح بويات مدلوق على الأرض، وكان بيمشي في خط مستقيم. يمكن دي كانت طريقته الصغيرة عشان يهرب من الحزن والوجع اللي جواه. في اللحظة دي عينين جون دمعت وكانت مبلولة بالدموع، وقلبه كان مليان إحساس بالذنب والندم، لأنه كان دايما شايف نفسه أب فاشل ومش قادر يشوف ابنه بيكبر يوم بيوم، ومش قادر يحضر كل لحظة مهمة في حياة ابنه، وكان بيتمنى لو الزمن كان أرحم من كده. بس الموت ما بيستناش حد أبدا، فما كانش قدامه غير إنه يحول كل دعواته وأمنياته لنصيحة واحدة وبسيطة، وقال له اوعى تقع يا ميكائيل. وفي الصبحية دي أول ما الشمس طلعت، جون ضغط على جسمه الضعيف والمريض وعصر نفسه عشان يحاول يمشي في خط مستقيم زي ما ابنه كان بيعمل. كان عايز يفهم ويحس باللي الولد حاسس بيه جوه قلبه، بس واقع مرضه الصعب خلى التوازن ده مستحيل حتى في أبسط الحاجات. كل خطوة كان بيمشيها كانت مليانة ألم ومعاناة شديدة، والغضب والانزعاج اللي كان كاتمه جواه انفجر أخيرا، فبقى عصبي وغاضب وضرب العربية المركونة على جانب الطريق برجله بكل قوة، وفهم واستوعب إن وقته فعليا بيخلص وبيجري بسرعة، وإنه ممكن ما يعيش لغاية ما يلاقي العيلة المناسبة لابنه. والألم الشديد اللي كأنه طعنات والترجيع المستمر اللي بيجيله كانوا دايما بيفكروه إن الموت بيقرب منه أكتر مع كل يوم بيعدي. بس حب الأب ما بيتهزش وما بيضعفش، وحتة إن منجل الموت متعلق فوق رقبته ما كانتش بتمنعه إنه يفضل يبني مستقبل أحسن لابنه من غير خوف. العيلة الثالثة المترشحة للتبني كانت عيلة كبيرة ومتنوعة، الزوج والزوجة كان عندهم أطفال كتير خلفوهم، بالإضافة لكام طفل تانيين متبنيينهم، وأكدوا لجون إنهم بيعاملوا كل الأطفال على حد سواء ومن غير تفرقة، ووعدوه إن ده هيكون التبني الأخير ليهم. بس هم بيتكلموا، جون خد باله إن واحد من الولاد الموجودين في العيلة مفيش عنده أي ذوق ولا أدب، وكان بيبرطم بكلام وحش وما بيحترمش والديه ولا الضيوف اللي قاعدين. والطفل الأصغر في البيت كان بيبص لميكائيل بنظرات عدائية ومليانة
مليانة تحذير وعينيه كانت مليانة تهديد. فميكائيل الخايف خبى اللعبة بتاعته بسرعة، وبعدين ميكائيل بص لأبوه بعينين مليانة خوف وعدم اطمئنان. في اللحظة دي جون كان جواه الإجابة خلاص، وحسم أمره وفهم إن ابنه مش هياخد الحب الكافي في البيت ده، ولو كان ما يسمى بالعطف والحنان ده معناه إن المشاعر تتوزع وتتفرق على عدد كبير قوي، فده معناه إن ابنه هيعيش في بيت شكله دافي من بره بس ساقع وبارد من جوه، والنوع ده من السعادة ما كانش سعادة حقيقية أبدا. فالمرة دي جون اختار إنه يمشي ورا مشاعر ابنه ورفض فكرة التبني. ولو القصة بدأت تشدك وتلمس قلبك ما تنساش تشترك في القناة عشان تكمل معانا باقي الحكايات. وقته كان بيخلص وبيجري بسرعة، ومع ذلك ما كانش لسه عارف ازاي يقول لابنه إنه هيموت. بالنسبة لميكائيل الصغير موضوع تقيل زي ده كان خيالي ومش مفهوم خالص، وما كانش قادر يستوعب يعني إيه موت، لغاية ما جت لحظة وتحول في القصة. ميكائيل شاور على خنفسة ميتة على الأرض وسأل أبوه ليه مش بتتحرك، وطلب منه يخليها تمشي. فجون قال له إنها ميتة وما يقدرش يخليها تمشي. ولما سمع السؤال ده جون ما حاولش يستخبى ورا قصة خيالية أو كلام يطمن بيه الولد زي ما معظم الآباء بيعملوا، وبالراحة وبكل حنية قال له إن روح الخنفسة راحت ومشيت وسابت بس الجسم بتاعها. وفي اللحظة دي ما قدرش يكمل كلامه لأن الحزن والألم اللي جواه كانوا كبار قوي وغالبين عليه. آخر عيلة مترشحة كانت ست عايشة لوحدها اسمها إيلا، وحياتها كانت كأنها رواية مأساوية. في شبابها كانت بتحلم بالحب والسعادة، واستقبلت مولودها الأول وهي مليانة أمل، بس عشان هي وصاحبها كانوا فقراء جدا هيئة الرعاية خدت منها الطفل في الآخر. ولما بقت جاهزة أخيرا إنها تكون أم من جديد اكتشفت إن عندها مشاكل صحية وجوزها سابها ومشي بسبب الموضوع ده. وبرغم كل الصعوبات والمآسي دي إيلا كانت لسه عايزة تتبنى طفل وتكون أم من جديد، وكانت عايزة تصب كل الحب اللي فاضل جواها للطفل ده عشان تعوض اللي ضاع منها في شبابها. وهي بتحكي قصتها فتحت كيس صغير فيه بونبوني وحلاوة ملونة ورمتهم قدام ميكائيل، وقالت له ليعتبرهم أحجار وصخور صغيرة للعربية اللعبة بتاعته. جون قدر يعرف ويفهم إن حالة إيلا المادية مش قد كده ومش غنية، بس ده ما كانش فارق معاه في حاجة لأنه في الأصل ما كانش عمره غني ولا معاه فلوس. جون هو كمان كان طفل اتولد في ظروف صعبة وفقر، ولما كبر وكان خلاص هيبدأ حياة سعيدة المصايب ضربت فيه تاني، وعشان كده كان بيموت ويبقى ابنه عايش حياة أفضل منه. وهو راجع البيت جون شاف ولد صغير واقف مستني يعبر الشارع. الولد كان رافع راسه وبيمشي بثقة وراحة واطمئنان. نظرات جون انجذبت للولد ده من غير ما يحس، وفضل يبص عليه ومتابع خطواته لغاية ما حجم الولد بقى يصغر ويصغر في المراية الورانية بتاعة العربية. اللقاء ده كان كأنه فصلين من الحياة، فصل حياته هو وفصل حياة ابنه. واحد كأنه شمس بتشرق مليانة فرص وأمل وهيعدي يبدأ قصة جديدة كليا، والتاني كأنه شمس بتغرب بتنزل بالراحة في نهر الزمن وراحة لنهاية الحياة. والجزء اللي يوجع القلب بجد إن الحياتين دول كانوا بيحصلوا مع بعض في نفس اللحظة ونفس الوقت. تاني يوم الصبح جون راح دار التبني للمرة الأخيرة وهو متمسك بآخر أمل عنده. كان بيتمنى لو الموظفين يساعدوه يوصل لأم الولد الحقيقية لأنها في النهاية أم الولد برضه. بس شونا الموظفة المسؤولة عن الحالة قالت له إن الست اللي سابت ابنها وتخلت عنه قبل كده ما تستحقش تكون أم، ولأنها بنسبة كبيرة هتعمل نفس الغلطة دي تاني. جون بص لشونا بعينين مليانة ترجي وأمل كبير. هي ما ادتهوش إجابة صريحة، بس عينين الموظفة كانت بتلمع بمشاعر وأحاسيس مش قادرة توصفها، وكأن في 1000 كلمة مستخبية في الدموع اللي نازلة من عينها. اليوم ده كان عيد ميلاد جون الثاني والثلاثين، آخر عيد ميلاد هيحضره ويشوفه في الدنيا دي. عمل هو وابنه تورتة شوكولاتة مع بعض وحطوا عليها 32 شمعة حمراء، وفجأة ميكيل جاب له شمعة حمراء زيادة وحطها. لما جون شاف الشمعة دي حس بوجع شديد وألم طحن قلبه لأنه كان عارف إنه مش هيعيش لغاية ما يحضر عيد ميلاد تاني. بس فهم واستوعب حاجة مهمة جدا، فهم إن دي كانت طريقة ابنه عشان يعبر عن إنه مش عايزه يمشي ومش قادر يستغنى عنه. جون سأله وقال له دي عشاني، وبص عليه وابتسامة خفيفة ظهرت في عينيه. الابتسامة دي كانت بتلخص مشاعره النقية والمتضاربة في اللحظة دي. وفي نفس اليوم ده جون بكى في السر ومن ورا ظهر ابنه، وبعدها مشي لوحده وطلع على كوبري المشاة، والدموع كانت مغطية عينيه ومخليه الرؤية ومستقبله مش باينين. في اللحظة دي ذكريات ملهاش عدد هجمت على دماغ جون، وكل اللحظات الحلوة من الماضي اتعادت قدام عينيه كأنها شريط فيلم شغال في دماغه. بس الواقع كان قاسي جدا وما بيرحمش. فضله أقل من شهر على الحياة والموت، والوقت ما كانش بيسمح له إنه يفضل يدور أكتر من كده. فرجع البيت وحمى ابنه للمرة الأخيرة. المرة دي ما كانش مستعجل خالص، كان قاعد جنب ابنه في هدوء وبيبتسم وبيبص عليه بعينين حنينة. وبعدين طلع البيجامة الجديدة اللي كان اشتراها لابنه كآخر تعبير عن حبه. بس المرة دي ميكيل اللي كان مطيع وكيوت على طول عمل حالة غضب ونكد شديدة، ومهما جون تحايل عليه وطلب منه الولد رفض تماما إنه يلبسها. وكان الولد الصغير
الصغير حس بحاجة غريبة، حس إن دي آخر هدية من أبوه، وحس إنه لو لبسها أبوه مش هيكون موجود بعد كده. وكل ما كان يفكر في الموضوع كان بيحزن أكتر وأكتر، وبدأ يرمي كل الهدايا اللي أبوه كان مجهزها له، حتى اللعب اللي بيحبها رماها هي كمان على الأرض. دي كانت أول انفعالة وغضب حقيقي يطلع من ميكيل. جون اتجمد في مكانه للحظة وهو بيتفرج عليه، بس بعد ما فهم واستوعب ابنه حاسس بإيه ابتسم بدال ما يزعل. ميكيل كان بيبدأ يتعلم يعني إيه يواجه الفقدان والخسارة، وبعدها بوقت قصير وتحت إضاءة النور الدافية اتصالحوا من تاني. جون قعد جنب ابنه وكان بيرسم معاه في الكشكول، واستغل اللحظة الهادية دي عشان يطمن قلب الولد الضعيف. وبعدين سأله هو بتحط إيه في العربية اللوري دي، فالولد قال له مكعبات. فجون عرف إن ابنه لسه فاكر الست اللي ادت له البونبوني والحلاوة الملونة. وجون هو كمان افتكر نظرة عينين إيلا لما شافت ميكيل وكيف كانت مليانة حب وشوق كبير. وبعد تفكير طويل جون خد قراره النهائي خلاص. بالنسبة لجون العيلة الحقيقية مش شرط تتربط بالدم أو بالكمال المادي والفلوس. العيلة بتتعرف بالحب النقي الصافي، وساعات نظرة واحدة بتكون كفاية عشان تقول كل حاجة. والتبني ما كانش معناه إنك تبدل مكان حد في حياة الطفل، لكنه معناه إنك تلاقي وعاء جديد للحب عشان الحب يفضل عايش ومستمر. وبعد كده جون بدأ يرتب أموره الأخيرة وينظمها، وهو سايق معدي جنب الكنيسة والمقابر. صوت الأجراس كان كأنه بيرحب بقدومه، وسكون القبور كان بيفكروا بقد ايه الحياة دي هشة وضعيفة. المرة دي ما دخلش جوه عشان يصلي، وما كانش زعلان ولا حزين خلاص، وبابتسامة هادية وراضية مشي وساب المكان وهو متقبل كل حاجة زي ما هي، لأنه فهم واستوعب إن تقبل الموت ده هو الدرس الأخير للي لسه عايشين. وفي الآخر جون باع عربيته اللي كان بيحبها واستخدم الفلوس عشان ياخد ابنه ويروحوا الملاهي، وركبوا كل لعبة كانوا بيترددوا ويرفضوا يركبوها قبل كده. في اليوم ده الضحك والفرحة ملوا الجو، حاجة ما كانوش حسوها من زمان قوي، وده بقى أسعد يوم في حياتهم. حلم كامل الأب نسجه لابنه بكل القوة اللي فاضلة عنده. وقبل ما يسلم ابنه لأمه الجديدة مشي ورا نصيحة شونا وتجهز له صندوق الذكريات بعناية، وحط جوه الصندوق 15 جواب لكل عيد ميلاد من أعياد ميلاد ميكيل اللي جاية في المستقبل، وحط صور ليهم هما الاتنين مع بعض، وحط الشمعة الحمراء. وقبل ما يحط الشمعة جوه جون ولع الشمعة، وبرغم انه كان عارف انه مش هيعيش عشان يشوف عيد ميلاد تاني كان بيتمنى سنة واحدة كمان بس. وحط كمان الصورة الوحيدة لأم ميكيل. جون كان حاسس ان على الأقل ابنه لازم يعرف انه مش يتيم بجد، بس كل الفكرة ان امه تاهت وضلت طريقها في مكان ما. وبعدين حط طاقية الشغل بتاعته ومعاها أداة تنظيف الإزاز اللي كان بيستخدمها لسنين طويلة في شغله. دي كانت آخر رموز ودلائل الحب من أب بيموت لابنه الصغير، وكان بيتمنى لما ابنه يشوف الحاجات دي في يوم من الأيام قلبه ما يتمليش حزن أو كره، بل يتملى جمال وأمل. في الصباح التالي جون خد ابنه ومشيوا في الشوارع المتعودين عليها، وركبوا الأتوبيس اللي رايح لبيت إيلا، وخلى ابنه يرن جرس الباب بتاع بيت أمه الجديدة بنفسه، والبيت ده هيكون بيته الجديد من دلوقتي وطالع. إيلا قالت أهلا يا ميكيل، أنا مبسوطة قوي إن شفتك تاني. ميكيل ما اداش التحية بأدب ومردش، هو بس رفع راسه بالراحة، وعينيه فضلت ثابتة ومتركزة على أبوه التعبان والمجهد. وفي عينين أبوه المليانة دم ومحمرة ما كانش فيه غير أمل ودعوات بالبركة. وفي دماغ ميكيل الكلام اللي أبوه كان قاله له قبل كده اتعاد ورن في دماغه من تاني. قريب أنا هسيب جسمي زي الخنفسة، مش هتكون قادر تشوفني وقتها، بس أنا هفضل معاك، هكون في الهوا اللي حواليك، وفي شمس النهار فوقيك، وفي المطر اللي بينزل من السما، وحتى في طعم العنب اللي بتحبه قوي. النسيم والغيم اللي ماشي في السما ده هيكون أنا، والسمك اللي بيعوم في النهر ده هيكون أنا، وريحة الطين والتراب في الجنينة هي أنا برضو. ممكن ما تسمعنيش بتكلم، بس أنا دايما سامع قلبك لأني دايما هنا موجود. دي قصة حقيقية. نهاية الحياة عمرها ما كانت الموت في حد ذاته. النهاية الحقيقية هي أن اللي بتحبهم ينسوك. يمكن كل الآباء في العالم كده بيحبوا في هدوء وسكوت، وبيضحوا ويدوا من غير حدود ومن غير ما يتكلموا كتير، زي اسم الفيلم ده تماما. ما كانش حاجة مميزة. أنا معرفش أنت عندك أب عامل إزاي، يمكن من النوع اللي بيشتغل بجد وتعب كل يوم من غير ما يشتكي ولا مرة، يمكن ما بيعرفش يعبر عن حبه وما بيقولش كلام حلو أبدا، وأغلب الوقت ساكت، مفيش قصائد ولا شعر في عالمه. الكشكول بتاعه بيكتب فيه بس الأيام اللي اشتغلها لحساب الناس التانية. إيديه مليانة شقاوة وعلامات شغل، مش شاطر في الكلام وما بيعرفش يقول حاجات جميلة. هو شخص عادي جدا وما قدرش يديك كل حاجة في الدنيا، بس بالرغم من كده هو ادالك كل حاجة يقدر عليها ويمتلكها في حياته. لو كنت مكان الأب ده وشفت نفسك في الظروف دي كنت هتعمل إيه عشان تأمن حياة ابنك؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، ونتقابل في فيلم جديد. سلام.